أقدم مجهولون على تغيير لافتة على مدخل أحد أكبر الشوارع في العاصمة الكويتية كتب عليها شارع الخليج العربي، واستبدل بها عبارة شارع الخليج الفارسي. وقد سارعت قوات الأمن الكويتية إلى تغيير اللافتة وبدأت تحقيقا في الحادث لمعرفة الفاعل أو الفاعلين. مراسلنا سعد السعيدي والمزيد في هذا التقرير. أصابع مجهولة حولت اسم الخليج العربي في هذه اللوحة الإرشادية التي تقف في شارع رئيسي في الكويت إلى الخليج الفارسي، كما ذكرت إحدى الصحف المحلية. اللوحة الإرشادية وإن سارعت الشرطة، غير أن هناك من يرى بأن تلك الأصابع التي حرفت اسم الشارع كان وراءها محرك. لا أعتقد بأن هناك في شخص يذهب إلى هذا المكان ويغير العربي إلى فارسي إلا أن يكون هناك مقصد وسلوك واعي ومدرك لما يقوم به، ولا أعتقد أنه فرد يقوم بذلك. أعتقد أن الأمر أكبر بذلك بكثير، وربما يرتبط ببعض المتغيرات التي حدثت في الكويت في الآونة الأخيرة. الكويت تخشى اشتعال فتنة بين مكونات نسيجها الاجتماعي، لا سيما وأنها قد شهدت في الفترة الأخيرة عددا من القضايا أثارت جدلا بين السنة والشيعة، أهمها الإعلان عن شبكة تجسسية تعمل كما يعتقد لصالح الحرس الثوري الإيراني وفقا لمصادر أمنية وصحفية، وكذلك المطالبات الشيعية الأخيرة بتعديل المناهج الدراسية لتتواءم مع عقيدتهم، وهو ما رفضه السنة وهددوا بمساءلة الحكومة إن قامت بذلك. يضاف إليه ما يجري في المحيط الإقليمي في ظل توتر بين الغرب من جهة والجارة إيران من جهة أخرى. كل هذا وغيره قد يشكل وقودا كافيا لشيء قادم. اختلاف مع السياسة الإيرانية لا يعني بأي حال من الأحوال أنك أنت تقف موقف ضد الشيعة في سبيل المثال. أنا من الناس اللي دائما أنبه أن في هناك شيء قادم لا نعرفه نجهله، بس الخوف بأن دائما نقول أن الله إن شاء الله أن لا يعيد لنا مرة أخرى ما حدث في التسعينات. كثيرون هنا يرون أن الوضع ما زال تحت السيطرة وفي وضعه الطبيعي، وما كتابات على لوحات إرشادية أو تلاسن بين السنة والشيعة حول بعض القضايا سوى دعامات تزيد في متانة جدار الوحدة الوطنية التي يحرص الكويتيون بكافة أطيافهم على الحفاظ عليها وفقا لما يؤكده الكثيرون. سعد السعيدي، الجزيرة، الكويت.